حبيبتي. حاضر حاضر، انا جايه اهو. حبوبتي. حاضر. تعالي يا حبيبتي عشان عايزك في حاجه كده يعني. طيب ماشي، ثواني بس. في ايه يا علي؟ اصلك عمال تخبط وفي الاخر مش عايز يعني حاجه بس مهمه. انا جايب لك اخبار حلوه قوي. اخبار ايه؟ انا اصل بصراحه شايف ان حياتنا كده ممله وانت بقيت عصبيه شويه، ففكرت ان شاء الله على السنه الجايه اجيب لك شقه حلوه كده في اسكندريه نصيف فيها. بجد والله يا علي؟ اه والله ما عارفه اقول لك ايه. اي بس انا فكرت كمان اغير لك العفش كده واجيب لك شويه حاجات حلوه. وده من امتى يا علي؟ بس اصل ده بقى يعني في موضوع كده بقى، لو انت وافقت عليه كل احلامنا راح تتحقق. ايوه قولي بقى كده، يعني ده العقليه ده مش ببلاش يا عينيا. انا هقول لك جايلك في الموضوع اهو. قولي يا علي. انا في شويه اصحاب ليا، اصحاب العمر والله بثق فيهم ثقه عمياء، يعني زي اخواتي بالظبط. داخلين في مشروع كده وكانوا محتاجين قرشين. الله، مشروع. يبقى سلمني على المشاريع يا علي. بس انا جايلك في الكلام، استني، انت متسرعه قوي ليه؟ اقعدي كده واستهدي بالله وانا هفهمك. بص، الموضوع باختصار شديد، انا اعرف ناس بثق فيهم ثقه عمياء، ناس طيبين جدا، هياخدوا مننا، هنبيع الذهب بتاعك، معلش اسمعي للاخر، وهنديهولهم، هشغلهم في مشاريع فايدتها السنويه 15%، يعني اكتر من البنك. يعني انا هجيب لك الذهب اخر السنه وعليه كمان قرشين 3. ولا 15 ولا 30%. ده انا هعمل الموضوع ده عشان خاطرك وعشان مصلحتك. يعني انا مستفاده ايه؟ هنجيب شقه في اسكندريه، نجيب عربيه، نجيب شقه تمليك، نغير شويه في العفش، نغير في الاجهزه المنزليه. بقول لك ايه، ما تقوليش ايوه او لا غير لما تفكري. يعني انت يا علي عايز تفهمني ان مليون جنيه ضيعتهم شويه غوايش هم اللي هيعملوا لك المشاريع دي؟ اسمعي بس، ناس اصحابي كتير اشتغلوا معاهم وشوفوهم دلوقتي حالتهم متغيره. بقول لك ايه يا علي، انت شكلك كده يا حبيبي ان انت شربت حاجه بره البيت مخليه خلايا المخ عندك مش متوازنه، فعشان كده يا قلبي اقوم اعمل لك لقمه حلوه واجيب لك تشت واعمل لك رجليك بالميه والملح عشان تفوق يا عينيا. ماشي يا حبيبي؟ وموضوع المشروع ده تشيله من دماغك خالص. يعني مفيش فايده منك يعني، صح؟ لا مفيش يا علي. يظهر الست دي مش هتجيبها لبره والذوق مش هينفع معاها. تعالى يا علي، ده انا هروق عليك. اهو ده اللي انت فالحه فيه. استنى بس يا علي، هو انا حد فالح في الحوارات دي غيري؟ تعالى بس، ده انا هروق عليك. حط لي يلا رجليك هنا. انا مش هيروق عليا غير انك تسمعي كلامي وتنفذي اللي اقوله. استنى بس يا علي. استنى. ايه ده؟ ايه يا علي؟ مولعه، انت عايزه تحرقني وتتخلصي مني. جرى ايه يا علي؟ استنى بس، دي ميه دافيه عشان ترطب على رجلك. الله مالك؟ استني يا ست، التليفون بيرن. ايوه يا سمير، في حاجه؟ ازيك يا سمير، عامل ايه؟ ليه، في ايه؟ يا نهار اسود، كنت هاخده بصراحه. طب كتر خيرك يا سمير، كويس انك قلت لي. يا نهار اسود، الموضوع طلع نصب. طيب شكرا يا ابو سمره، متشكرين قوي. معلش، الحمد لله حصل خير. كويس انك كانت هتيجي فيك ومش هتيجي فيا. كويس. يلا يا حبيبي، سلام سلام. يا نهار اسود ومنيل. ايه قوم لي يا علي. ايه، في ايه؟ قوم لي يا علي. لا تزعلي نفسك ابدا. اتفضلي بس، اتفضلي. انا كنت عايز اقول لك على حاجه. حاجه ظريفه هتروق دمك. قول يا اخويا. حط رجليكي بس، حط رجليكي. الحقيقه الوضع اللي انا فيه ده انا السبب فيه، لاني كنت همشي ورا الاوهام
وبتوع المشاريع والنصب، وعمال اضغط على مراتي عشان اخد الذهب بتاعها وابيعه. لولا ستر ربنا عرفت ان العالم بتاعت المشاريع دي نصابه وضحكوا على ناس كتير. ربنا سترها عليا، واتمنى يا رب ربنا يسترها عليكم. محدش يمشي بدماغه تشوروا بعضكم. حاسبوا من النصابين، حاسبوا من النصابين، وخلي بالكم.